في مهارة بيفتقدها كتير جدا من الناس بتخليه في اخر المصيف يقول الرحلة دي ما كانتش حلوة خالص او الفندق ده كان وحش جدا. لا، الفندق ممكن يكون كان حلو ولكن مش مخصص ليك انت. المهارة دي ازاي تختار الفندق اللي هتقضي فيه المصيف بتاعك. خليني ابدا بشكل مباشر واقول لك ان الاختيار بيكون بناء على انت مين، يعني انت مين وبالتالي ارشح لك انهي فندق. تعال ناخد كل الامثله ونلم الموضوع كله في شكل امثله. اول مثال، لو انت شخص معاك زوجتك ومعاكوا اطفال، يبقى افضل فندق ليكم هو الفندق اللي فيه اكوا بارك عشان خاطر الاولاد يستمتعوا ويطلعوا ويتزحلقوا ويلعبوا وبتاع، وفي بول والكلام ده كله. لكن انت لو شخص انف شويه، لو كل حاجه في الفندق ممتازه ولكن المطعم فيه مش قد كده، ممكن تقفل من الدنيا ومتعرفش تاكل وتضطر تطلب اكل من بره، او لو كلت بطنك توجعك. لا، يبقى وانت بتختار الفندق لازم تشوف الريفيوز على المطعم، على التيست بتاع الاكل وعلى الفرايتي بتاعت الايتمز اللي موجوده في المطعم ده. لو لقيت اي حد بيشتكي من المطعم، يبقى نصيحه ما تروحش المطعم ده، عشان خاطر في فنادق كتير جدا بتتميز في حاجات ولكن تيجي عند المطعم ما يكونش قد كده. المثال التاني، لو انت هاني مونر، انت وزوجتك لسه متجوزين جداد وعايزين تطلعوا فندق، يبقى العكس بقى. اوعى تطلع فندق فيه اكوا بارك. الفندق اللي فيه اكوا بارك بيبقى دايما دوشه، ودايما عيال بتجري، ودايما عيال بتلعب وتتزحلق وبيندهوا على بعض ومش عارف ايه. انت المفروض رايح يعني عايز جو رومانسي لطيف ظريف، هدوء، ميوزك بتاع ده، مش هتلاقيه في الفندق اللي فيه الاكوا بارك. فدور على فندق يكون فيه شاطئ حلو، منظر جميل، اللاندسكيبنج اللي فيه ظريفه، الاوضه على فيو لطيف، تقعدوا بالليل في التراس قدام مثلا السي فيو، او لو حتى على جاردن فيو هيبقى شكلها حلو. ده هيكون الاختيار الامثل بالنسبه لك. لو انت شخص زي حالاتي بقى بتحب البحر ومزاجنجي، يبقى ما تروحش تختار فندق صف تاني. صف تاني دوت يعني ما بيكونش على البحر مباشره، لا، تختار فندق صف اول. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تختار ساندي بيتش، يعني الشط بتاعه يكون رملي ما يكونش صخري، عشان خاطر تعرف تنزل وتعوم. لان لو الشط صخري يبقى انت يا اما لو بيتنزل هتحتاج الشوز بتاع البحر، جزمة البحر، او مش هتعرف تنزل خالص. لو انت راجل بتاع احياء مائيه بقى وشعب وسمك وبتاع، لازم تهتم بدوت عشان خاطر ما تضطرش تروح في رحله خارجيه تاخد مركب وتخش بيك وكوست اضافيه عشان خاطر تستمتع بقى بالسنوركلينج والدايفنج والكلام ده. لا، في فنادق كتير جدا بيكون عندها مارينا محترمه، بتنزل من المارينا في الفندق بتشوف عالم تاني خالص، سمك الوان وشعب وحاجات. وفي فنادق كمان بيبقى فيها دولفينز، زي مثلا نوفوتيل في الغردقه، على المارينا تقدر تشوف دلافين بترقص وبتطلع وبتنط ومش عارف ايه من وانت جوه الفندق. لكن لو انت وزوجتك ما بتحبوش البحر وعايزين برضو تعوموا، يبقى تهتم بفندق يكون فيه فرايتي في البولز، بولز غويطه، بولز عاديه، اطفال، في هيتد بولز لو انت يعني غاوي حمامات السباحه جدا. وفي الاخير، لو انتوا شله صحاب وعايزين بقى اكتيفيتيز ومش عارف ايه، فتهتم ان انت تسال على الانيميشن تيم جوه الفندق. الانيميشن تيم ده بيبقى فريق كده انترتينمنت، بيعمل انترتينمنت طول اليوم، عنده بروجرام. الصبح بيلعبوا مش عارف ايه على البول، معرفش بيعملوا اكتيفيتي ايه. بالليل عاملين نايت شو. الناس اللي بتحب تسهر برضو اسال على النايت شو. فنادق كتير جدا مش بتهتم بالنايت شو، وحرفيا الساعه 9 بتيجي تلاقي الفندق كله نايم والدنيا ضلمت. وفي فنادق لحد الساعه 11 و12 و1 بالليل بيعملوا نايت شو، سواء من الانيميشن تيم اللي جوه الفندق او بيجيبوا مرتين او 3 مرات على حسب الفندق فرقه من بره خالص، فرقه بقى تيجي تعمل شو اوروبي، شو برازيلي، شو مكسيكي، شو اورينتال. الحاجات دي بتبقى ظريفه جدا للناس اللي غاويه سهر. واخيرا، الناس اللي غاويه دايفنج لازم تسال في الفندق قبل ما تروح، هل عندكم دايفنج سنتر جوه الفندق، عشان خاطر بقى انبوبه اكسجينك وهوب يا باشا انزل استمتع بالرياضه الجميله بتاعتك. وفي الاخير، لو انت اخترت غلط، الرحله بتاعتك 100% مش هتكون ممتعه بالشكل اللي انت عايزه. اختار صح عشان خاطر تستمتع برحلتك انت وعيلتك، ويا رب اجازه سعيده. ولو حابب اني ارشح لك فندق معين من 16 فندق في الغردقه ومرسى علم وشرم الشيخ نزلت فيهم، ابعت لي على الخاص التفاصيل وهساعدك ان شاء الله.
اما بقى لو عايز فندق من الفنادق المتكامله اللي هي بتعمل ميكس ما بين كل الحاجات دي، فانا في الحاله دي ما بلجأش غير ل4 فنادق. ممكن اقسمهم لفئه متوسطه وفئه عاليه. الفئه المتوسطه فندق امبريال ابو سومه، وده موجود بعد الغردقه تقريبا بحوالي نص ساعه. الفندق الثاني ففندق كازاماري اللي هو كان اسمه رويال توليب، وده موجود في مرسى علم. اما بقى الفئه العاليه ولو عايز تظبط نفسك على الاخر، فده مش هتلاقيه غير في مرسى علم في فندقين، فندق جاز وفندق اكاسيا. انا اسلام صالح، بعمل كونتنت ليه علاقه بالسفر والرحلات ومهتم بالتصوير. لو انت مهتم بالثلاث حاجات دول اعمل لي فولو عشان تستفيد بالفيديوهات الجايه ان شاء الله، ورحله سعيده.